طيارة ايه طير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا دايما بخير. عارف ان انا غايب عنكم على اليوتيوب ومقصر معاكم في حوار المكن، بس قلت انا طالع النهارده رايحين جاردن سيتي، قلت اخدكم معايا في الجولة ديت وطالعين بالحتة بتاعتنا. فاكرين من سنة او اكتر كنا بنطلعوا الحتة ال 28 حاج احمد الشيخ. يلا بينا نكمل رحلتنا سوا وخليكم معانا للاخر. احنا كده وصلنا كفر الشيخ على بعد 200 متر الاتجاه نحو اليمين قليلا. طالعين على جاردن سيتي، حتى الجي بي بي الاتجاه نحو اليمين قليلا ثم دوران للخلف. ده شارع الاسلام. الاتجاه نحو اليمين ثم كده احنا وصلنا طنطا اهو، ولسه مكملين مشوارنا. اسمها جاردن سيتي. جاردن سيتي. مفكر نفسك من جاردن سيتي؟ طنطا، اخواتنا في طنطا كلهم احسن ناس في الدنيا. احنا كده يعتبر فاضل 6 دقايق بالظبط على الجي بي اس، مش عارف هو باين قدامكم ولا لا، بس بداية مبشرة يعني. انا بس اول مره اروحها صراحه. كومباوند حلو، داخلين جوه مع الحاج احمد الشيخ، نركب شغل هيبقى يوم حلو ان شاء الله. ابو على الاخر. دي الشقه اللي كنا بركب فيها الشغل، والعربيه واقفه تحت اهي. الفيو من هنا كان حلو، قلت اما اصور. كده احنا وصلنا المكان اللي احنا كنا جايين فيه، صورت شويه كده. انا مش عايز انزل بلدي تاني صراحه يعني. نكمل الشغل اللي احنا كنا جايين نعمله وننزل بقى. كده احنا خلصنا المشوار اللي كنا جايين فيه في المكان ده. اسمه ايه؟ مش بنسى اسمه. جاردينيا سيتي. الواحد مش متعود على الاماكن النظيفه دي يعني. فلسه هناخد جوله في القاهره كلها، خليكم معانا. شوف شايفين الحلويات، واحد يقول لك معايا مكنه ممنوعات، معايا عربيه ممنوعات. شايف؟ لا دي الممنوعات بقى بجد. عيشه ولا الخيال. شفت العيشه؟ المكان اللي احنا فيه ده تبع شركه سبيروس باتس. فكنا رايح مع واحد صاحبي تاجر جمله كبير يعني عندنا في البلد، فكان رايح ياخد شغل ان هو يبقى موزع مثلا للسوق لكفر الشيخ، ف مرضوش يدوله شغل. جينا لقيناها شقه اصلا. هي مش شركه اساسا، هي شقه. واحنا مش عارفين بقى هو المصنع بتاعهم فين، ولا تحت السلم ولا ايه. فادينا ادينا رقم الموزع بتاع كفر الشيخ. اللي تليفونه غير متاح. الله، ارسلوني كول. عدينا على الحسين، سيدنا الحسين قدام الساحة بتاعته، بس الدنيا كانت زحمة، مكناش لاقيين ركنة العربية عشان نخش. كان نفسنا نخش بس متعوضة مرة تانية ان شاء الله. المكان هنا كان حلو بس كان زحمة. يلا نكمل. لو يجي هنا يلاقي موتوسيكل يلف بيها بيسو. يابا احنا دخلنا الجراج بتاع جاتا، مش ده اللي شبه اللي في جاتا؟ نطلعوا الدور تركن على السطح وخلاص. ما هي مش هنلاقي ركنه اللي على السطح اصلا. خش على جاتا على طول. ده اللي بيبيته. نطلع الدور التاني وخلاص. نطلع السطح. هو ده تاكسي؟
من العتبة عتبة في كمل بقى معاكم بقى. احنا بنجيب شغل رمضان اهو في الخضريات اللي هي بتاعت رمضان مع عم احمد الشيخ. اي حد عايز اي حاجه من ديت اللي هي المخدات اللي بتبقى عليها الصور الرسومات بتاعت رمضان دي يكلمني. شغل اهو بيخرب الدنيا يعني. احنا في العتبة، احنا حملنا الحاجة وطلعنا دلوقتي. احنا في ميدان الأوبرا توفيقية هناك اهي، بس مش عايزين نجيب حاجة للموتوسيكل. شغل رمضان كلام على طرش. طبعا احنا كده على الزراعي راجعين في السكة، قلنا جعانين هنروح ناكل في مطعم في دمنهور. واحنا دلوقتي على الزراعي في طريقنا لدمنهور. دي صورة كده اللي جاية دي في المطعم، ودخلنا لفينا برضو في دمنهور شوية بعد ما خلصنا في المطعم أكل. دمنهور برضو حلوة برضو، ولينا اخوات ياما فيه، بس كان يوم حلو وكان يوم جميل. بس برضو مش هينفع اسيب اليوم من غير موتوسيكل. بعد ما خلصت رحت دورت الموتوسيكل. طبعا في اخر الحلقة خالص هتلاقي الفيديو والموتوسيكل داير فوق في الشقة عندي. لايك الفيديو واشترك في القناة لو انت لسه جديد معانا، عشان اللي جاي ان شاء الله موت. هسيبكوا بقى مع صوت الموتوسيكل اللي جاي اهو.